في الفيديو ده هنتكلم عن 5 مصطلحات في البرمجة وهتلاقوهم موجودين في أي بيئة اي تي. أول مصطلح وهو الكود، وده ببساطة التعليمات اللي بنكتبها علشان الكمبيوتر ينفذها، ومن غيره مفيش حاجة اسمها برامج ولا مواقع. تاني مصطلح وهو السي دي ان، وده اختصار لكونتنت ديليفري نتورك، ودي شبكة من الكمبيوترات أو السيرفرات متوزعة حوالين العالم، وبتساعدنا إن أي ملفات في الموقع توصل للزوار بسرعة، يعني الموقع يفتح أسرع بدل ما ياخد وقت في التحميل. تالت مصطلح وهو الكوكيز، وده مش البسكوت اللي احنا بناكله خالص، دي ملفات صغيرة المتصفح بيخزنها علشان يفتكر بياناتك، زي بيانات تسجيل الدخول أو الإعدادات بتاعتك على الموقع اللي انت بتتصفحه. رابع مصطلح هو السي ام اس او كونتنت مانجمنت سيستم، ومثال على اشهر سي ام اس الوورد بريس، واللي بتقدر من خلاله تدير محتوى الموقع بتاعك من غير ما تكتب اكواد كتير. خامس مصطلح هو السي ام اف او كونتنت مانجمنت فريم ورك، وده بيدي لك حريه اكبر في التعديل والتحكم في بنيه الكود، وده طبعا لو عايز تعمل حاجات اعمق من السي ام اس العادي. لايك وفولو وتحول لمبرمج.